يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا الله سلام رديه وحنا عندنا بندق وسيف والله ما نبغى الا الخزاين ينفتح صندوقها الله اللي حضرنا الموقف اللي ما يوقف به ضعيف نحمى مواقفنا ونكمل للرجال حقوقها اي يا مرحبا ترحيبي وانا ضيفي وانت جيت ضيف لكن لا تزرع شجرة السم ثم تذوقها اي اكرب حزامك والوعد بكره على الحيد المنيف قامت بيارقنا تبارى والجموع سوقاها الله اللي يقول ان الطريق صعيب والواقع كليفه قل له عشاشي قال خيال الصعب هذا ذوقها واللي
الله ما نعترف في ميلات الأيام والوقت المخيفة، معنا ضعيفين العزايم ما تبل حلوقها. ايه الصعب هين لا تفكر في ثقيل ولا خفيف، والشاردة ما عاد يصعب طردها ولحوقها. خلوها حنا بعد ما نعترف الخوف واليوم المخيف، والأرض يطحنها سماها لو يحول فوقها. الله راشد تزعم له قبيله لا حليف ولا وصيفه، والله ما فكر في المزون اللي تلوح بروقه.
انتهى الوقت. صفوف يعطيكم العافية. صح لسانك يا راشد العازمي، صح لسانك يا خالد العسيمي. تفضلوا استمع لي رأي لجنة التحكيم. بداية من عندك أبو جميل، تفضل. أبو تركي أنا. طيب أبو تركي تفضل. بسم الله كلكم واحد. الرحيم. أيوة أنا أبوك. حقيقة المحاورة اللي جرت بين الشاعرين أثبتت بأنهم شاعرين سوف يضعون لهم بصمة في ساحة المحاورة. هذه المحاورة التي جرت أمامنا الآن تثبت بأن هؤلاء الشعراء سوف يضعون لهم بصمة في ساحة المحاورة، وسوف تسجل لهم هذه الأبيات التي أوردوها في تاريخ الشعر الشعبي. يا سلامي وانا اللي خاطره ما يضيق، يشتري خوة الطيب ويمشي معه القطار يتقدم، والعرب في الطريق كل ما جاء محطة ينزلون 4. توجيه سليم ومحاورة في موقعها وبيت وتسلسل أبيات، والكلام الذي تريد إيصاله قد أوصلت في هذه المحاورة. يا فزوع مع الباشا وعون الرفيق، هذه الرسالة تخص من تخصه وهي يعتبرها وصلت. المذاهب خفيفة ومن ربي سعة. راشد مرحبا هيل يا راعي الحجاج الطريق، اشتري خوتك والوصل ما نقطعه. جميع أسلوب المحاورة وتناسق كلماتها وترابط أبياتها وصياغة المعنى التي توصلتوا به هذه لا يبديها إلا شعراء متمكنين. سلام ردية وحنا عندنا بندق وسيف، والله ما نبغى الا الخزاين ينفتح صندوقها. اللي حضرنا الموقف اللي ما وقف فيها الضعيف. البيت هذا لا يركب الا شاعر يا راشد. يا مرحبا ترحيب وانت ضيف وانا جيت ضيف، او يا مرحبا ترحيب وانا ضيف وانت جيت ضيف، لكن لا تزرع شجرة السم ثم تذوقها. البيت هذا لا يصدر الا من شاعر خالد العسيمي. الصعب هين لا تفكر في ثقيل، لا نفكر في ثقيل ولا خفيف، والشاردة ما عاد يصعب طردها والحوقها. لو ما قلت إلا هذا البيت في المحاورة سوف يكفيك في تاريخك. المحاورة هذه أمتعتونا فيها صراحة، أنكم أمتعتم فيها وأمتعتم المتسمعين وأمتعتم جميع متذوقين المحاورة. من يتابع هذه الطرقين يعرف بأنكم شعراء متمكنين، وسوف تضعون لكم بصمة على الساحة، وسوف نتمنى أن نراكم في مراحل متقدمة وأنتم بهذا المستوى. الحقيقة أنا متهم للمجاملة، وأنا ما جامل ترى، لكن المرة دي والله ما جامل معكم. إذا أنتم مستعدين تقبلون النقد وملاحظاتي اللي لاحظتها بكل صدر الرحب أبعلمكم بها. والله أني حاولت أني أكتب من بيوتكم وكتبت منها شيء، ولكن والله ما وجدت فيها بيت مخالف عن بيت. محاورتكم كلها طلعت عندي وعند الجميع ما في شك، كلها نقد ذهب وبيض الله وجهكم. وسام يعطيكم العافية، بيض الله وجهكم. وأنا ودي أني رصدت الطواريق كلها وبيوتها ما تحتويه، ولكن الطرق الأول أبو تركي وأبو جميل ما قصروا. اللي حضرنا الموقف اللي يقوله راشد، الموقف اللي ما يوقف به ضعيف نحمي مواقفنا ونوفي للرجال حقوقها. خالد يقول يا مرحبا ترحيب وانا يا مرحبا ترحيب وانا ضيف وانت جيت ضيف، لك لا تزرع شجرة السم ثم تذوقها. راشد اللي يقولون الطريق صعيب والموقف كريف، قله عشاشيق الطموح الصعب هذا ذوقها. أنا أقول يخرب بيوتكم كلكم صراحة. ولكن أنا بقول كلمة. أنا للأمانة طاروقين هذه اللي أديتوها الحين على المسرح، والله العظيم أنها ذكرتني بطواريق المغترة. هذا ويعطيكم العافية وبيض الله وجهكم ما قصرت.